الحلقة دي هنتكلم عن 3 حاجات: مشكلة التشغيل اللي بقت متركزة في حاجات معينة وبقينا احنا كلنا بنجري وراها غصب عننا، وازاي تبعد عن الوسطاء، وازاي تاخد العميل مش شرط اللي انت تقعد حد يجيب لك العميل لحد عندك، وليه دول الخارج او دول اوروبا زي مثلا ايرلندا، انجلترا، اللي هو مثلا يقول لك فودافون يو كي، فودافون ايرلندا، اتصالات الامارات، ليه الحاجات ديت بدأت تظهر عندنا في مصر ويجي يعملوا عندنا كول سنتر في مصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شوية معتقدات عندنا كده، اللي هو انت خلصت جيشك فالمفروض بعد ما بتخلص الجيش بتروح تشتغل وظيفة معينة، عشان في بنت كنت بتحبها من الجامعة. ده ايام ما كنت في الجامعة، اذا كانت هي استنتك، انت عارف طبعا مفيش حد بيستنى حد دلوقتي، فبتروح على طول تقوم رايح على تشتغل اي شغلانة بسرعة عشان تبقى موظف، فتروح لابوها تقول له يا عمي انا جيت لبنتك عشان خاطر اخطبها دلوقتي. فبتروح تجري على شغل، واول حاجة بتلاقيها طبعا الكول سنتر والتيلي سيلز والشركات التسويق والحاجات اللي هي بتبقى فيها كتير قوي، يقول لك بالكوميشن او بتشتغل بالكي بي اي او التارجت مثلا. الحاجات ديت بدات تنتشر كتير قوي في مصر، وطبعا الشغل دوت بقى على قفا من يشيل، بسبب الدوران العمل جوه الشغل دوت بقى كبير جدا، لدرجه اللي بقت الشركات بتزود عدد العمال اللي عندها او عدد الموظفين اللي عندهم، عشان خاطر هم عارفين ان في ناس كتير بتمشي، وبقت بتدي المرتبات قليله عشان هم طبعا مش هيدوا للناس الكتير اللي عندهم دول. وطبعا الشغل ده على قفا من يشيل، وتبقى بطل لو كملت 6 شهور. عملنا استفتاء راي على السوشيال ميديا، وتعالى نشوف هم قالوا ايه. في واحده اسمها دنيا محمد ديت اتكلمت على كميه المكالمات الكتير اللي بتجيلك، وبتبقى طبعا كلها ناس بتشتكي، فطبيعي ناس بتشتم وكده، وما عندناش الثقافه اصلا في مصر اللي احنا واحد عنده مشكله فبيقولها بطريقه كويسه. لا، اغلب الناس بتتصل وبتشتم وبتزعق، وعلى اساس اللي انت اللي عملت لهم المشكله دي. واحد اسمه محمد مجدي بيقول لان الشركات مستهونه بالوظيفه ودي، وفاكراها ان هي مجرد واحد قاعد مرفه وبيتكلم في التليفون، وغير كده كمان بيحسوا ان سهل جدا اللي هم يغيروك ويجيبوا غيرك. في حد بيقول اسمه احمد عبد العزيز بيقول ان ال50 قرش اللي بيتخصموا منك كل شهر، انا مش عارف دول بتوع ايه. وفي دينا بتقول متعبة وآثارها على الودان وحشة، بتنحصر في 4 حاجات. أول حاجة السماعة، تاني حاجة الصداع، تالت حاجة الشتايم الكتير اللي العملاء بتشتمها لكم، وطبعا المرتب والترقيات. مفيش ترقيات خالص. طب تعالوا نحلل اصلا يعني ايه كول سنتر. كول سنتر اصلا دي خدمه مجانيه مقدمه من الشركه بتقدمها مجانا للعملاء بتاعتهم، فطبيعي ليه مش هتصرف عليها كتير، فالميزانيه بتاعتها بتبقى قليله. وطبعا لانك بتعالج مشاكل الناس طول اليوم، فطبيعي ان هو يجي لك صداع. انت لو بتتكلم مع حد اصلا بتتناقش، بس مش شرط ان الواحد دوت يكون عميل عندك، فانت لازم تهندله او لازم تطلعه مبسوط. لو واحد صاحبه بتتكلم معاه فانت طبيعي بيجي لك صداع. بصوا، مش هنتكلم عن كول سنتر كتير، هو في ناس قعدت في الكول سنتر فترات كبيره، وفي ناس رقت فيه، وفي ناس وصلت لحاجات في الكول سنتر، فخلاص احنا ما نقدرش نقول ان هو وحش او حلو. طب سؤال، هل مصر كلها اللي انت تشتغل كول سنتر؟ اكيد لا. طب هل سالت نفسك ليه شركه كبيره زي فودافون يو كي او فودافون ايرلندا او اتصالات الامارات او حاجات كتير قوي انتوا عارفينها ليه بيعملوا فروع جوه مصر كول سنتر؟ يعني انت تبقى قاعد مصري بترد عشان تحل مشاكل ناس بره مصر. في كندا مثلا حد ادنى المرتبات $11 في الساعه، يعني $440 في الاسبوع. على فكره هم بيشتغلوا 40 ساعه في الاسبوع بس، يعني بحسبه بسيطه كده نقدر نقول اللي هو في الاسبوع الواحد بيقبض 5700 جنيه مصري، يعني في الشهر اكتر من 20,000 جنيه مصري. وبالادله في موقع اسمه انديد معانا، انت كل اللي انت بتعمله اللي انت بتخش بتكتب مثلا انت عاوز تشتغل في كندا، فبتكتب المكان وبعدين بتكتب الشغلانه اللي انت عايز تشتغلها. هنحط مثلا كول سنتر، هتخش هيقول لك الشغلانات اللي موجوده. اقل كول سنتر بيشتغل عندهم $15 في الساعه، ده الشغل عندهم $15 في الساعه. تعال نشوف شغلانه تانية. هنكتب مثلا كلمه ويتر، وعلى فكره ويتر دوت اقل شغلانه بتاخد فلوس عندهم، لان بتبقى معتمده على التبس واغلبكم عارف. هتكتب برضك كندا، وهنخش وهنشوف هو الشغلانه ديت عندهم بكام. اقل ويتر عندهم بياخد برضه $15 كندي، عشان بس برضك نبقى واضحين. الدولار الكندي بيعمل من 13 ل 14 جنيه مش 17. نخش جوه الشغلانه ونشوف هم طالبين ايه. هتلاقي الطلبات اللي مطلوبه
حاجات يعني انت لو عملتها بسيطة جدا. ده بالاضافة طبعا ان الشغلانة ديت اصلا بتعتمد على التبس، وان اللي انت بتقول عليه ده كله ولا ليه لازمة بالنسبة للتبس الامريكاني او التبس الكندي. هم هناك بيعرفوا يحطوا بقشيش حلو. على فكرة عايز اقول لك على حاجة، هم عندهم التبس تقريبا حاجة لازم تعملها في اي مطعم تخشه، مش زي عندنا. نرجع من موضوع حلقتنا النهاردة، الناس دي بتيجي تعمل عندنا ليه؟ ما تقوليش ان المعيشة عندهم غالية، وال 20,000 دول هم ممكن يكون بيصرفوهم اصلا اكل وشرب وكده. فكرة حلقتنا النهارده هي ازاي تشتغل بره وانت قاعد جوه. يعني انت تجيب عملاء من بره، ناس تشتغل معاهم بالشهر او بالاسبوع او بالساعه زي ما احنا بنتكلم، وانت قاعد جوه مصر وبمرتب كويس وليه مستقبل، وعايز في نفس الوقت اللي انا اكبر في المهنه بتاعتي ويبقى عندي مهنه كويسه اقدر اعتمد عليها. تعالوا قبل اي حاجه نتكلم يعني ايه عمل. العمل هو الجهد الجسدي او الفكري الذي يقوم به الانسان لانجاز عمل معين. من الكلام ده نقدر نقول ان احنا عندنا نوعين من العمل، العمل الفكري والعمل الجسدي. طبعا العمل الجسدي مش تقدر تشتغل معاهم بره وانت هنا بجسدك، بس هتقدر تشتغل بفكرك وتديهم افكارك. زي مثلا الناس اللي بيكتبوا مقالات، الناس اللي بيحبوا يرسموا، الناس اللي هم بيحبوا يعملوا اي عمل فكري كويس وتقدر ان انت تشاركه مع الناس بره. طب هل هم عايزين كده؟ طبعا. الناس دي بتبقى عندهم الوقت مهم جدا، زي مثلا اللي هو مش هيقعد يعمل حاجه على الكمبيوتر ساعه ساعتين، وهو ممكن يشتغل الساعه والساعتين دول ب 10 دولار ولا 15 دولار ويضيعهم، وهو في نفس الوقت ممكن يقدر يديك 10 دولار وانت تنجز له الشغلانه دي. فاكر ازاي ان العميل دوت هيديني فلوس؟ فكرة كلها تنحصر في حاجه، موقع اسمه فريلانسر. بص يا سيدي، الموقع بيديك ابلكيشن او بينزل على البي سي بتاعك وبيعمل تراكنج على الكمبيوتر بتاعك وبيشوف انت شغال ولا لا، وهو العميل بيفضل يشايف انت بتعمل ايه وانت شغال ولا لا في الفتره اللي المفروض اللي انت بتشتغل فيها، وانتوا بتبقوا متفقين على ساعه العمل، وكل ساعه بتلاقي الرصيد بتاعك بيزيد على الموقع. بتيجي اخر الشهر او بتيجي وقت ما انت عايز تسحب، تقدر تسحب كل يوم زي ما انت عايز، بس الافضل ان انت تستنى مثلا كل اول شهر وتسحب. بصوا موضوع الفريلانسر دوت كبير ومتشعب، واحنا عملنا اصلا في القناه هنا سلسله كامله هتظهر لك دلوقتي. الموضوع ده مشروح عندنا من اول ما هتنزل الابلكيشن لحد ما هتستلم فلوسك بعد كده، وتشتغل ازاي مع العميل، وكل الكلام دوت مشروح بالتفصيل في بلاي ليست عندك تظهر لك دلوقتي. وطبعا دوت بيبقى شغل بجد زي الموظفين بالظبط، بيبقى ليك سمعه وليك ترقيات وليك كل حاجه على الموقع. طيب انا ما عنديش حاجه ان انا اشتغل مع الناس ديت، انا ما عنديش مهنه، انا ما عنديش حاجه بحبها. هنا في القناه هنبدا كورس اسمه كورس الموشن جرافيك. الموشن جرافيك دوت عباره
قبل كده انا والتيم بتاعي، وحبيت افرجكم عليه عشان تعرفوا بس يعني ايه موشن جرافيك. الموشن جرافيك طريقه انتشرت الفتره الاخيره، الناس بقت تعمل بيها اعلانات، الناس بقت تعمل بيها اغاني، الناس بقت تعمل بيها حاجات كتير هنتعرف عليهم بالتفصيل. المهم ان المجال ده انتشر وبدات الناس كتير تتجه اليه، وعايزك لو هتبدا معايا من دلوقتي. انت مش محتاج اجهزه قويه ولا محتاج اي حاجه زي ما الناس كتير بتقول لك انت محتاج بادجت كبير عشان خاطر تجيب جهاز قوي وجهاز تقدر ترندر بيه والكلام ده كله. انا بدات بجهاز ب 1500 بالظبط، وكمان انت تقدر تجيب جهاز احسن من اللي انا كان معايا، لان الاسعار كلها بتنزل دلوقتي، وال 1500 بقى يجيبوا احسن من اللي كان عنده. واحده واحده الموضوع بيتطور معاك، وبتقدر تجيب رامه زياده او بروسيسور كويس او اي حاجه تقدر تساعدك في شغلك. هنبدا من النهارده كورس واحده واحده، وهنبدا مع بعض. وعايزك اهم حاجه ما تبصش للي سبقوك وتقول الموضوع كبير، انا عايزك تبص للي سبقوك وتقول انا احسن منهم بكتير. بص، الموضوع مش احترافي او اللي انت لازم تبقى بروفيشنال في كل البرامج وكل الكلام ده. انت اهم حاجه اللي انت عينك تكون كويسه، وانك تقدر تشوف الالوان كويس، وتقدر تحكم ايه اللي يمشي مع ايه، واحساسك هو اللي هيطلع الحاجه كويس. تقدر تشوف شغل ناس كتير، وتقدر تشوف الالوان، وتقدر تشوف كل حاجه وبتحكم عليها، وبتلاقي نفسك بتتطور واحده ورا واحده. الكورس بتاعنا هيبدا من الصفر، وهيبقى للناس اللي عمرهم ما فكروا اصلا في المجال ولسه مفكرين فيه دلوقتي. هنبدا معاكم من الصفر لحد الاحتراف باذن الله. المهم ان انت ما تسبقنيش وتفضل تراجع معايا واحده بواحده، وطول ما انت فاتح الجهاز او فاتح الكمبيوتر بتاعك تاكد ان انت بتتعلم حاجه جديده. ما تخافش، مش هضيع وقتك بالمؤثرات البصريه الكبيره وشغل هوليوود والكلام اللي احنا مش هنعمله في مصر وما اتعملش في مصر. هنقعد نتكلم عن الحاجات اللي انت ممكن تبقى مهنتك، واللي هي تقدر تطلع منها فلوس، وفي نفس الوقت ما تاخدش معاك وقت طويل لتعلمها. هقول لك العميل بيطلب الحاجات دي ازاي، وازاي تقنعه اللي انت تقدر تقدم له الشغل اللي هو عاوزه. استنونا الحلقه الجايه واول درس، وهنعلمكم اول اساسيات الافتر افكت، وهنقول لك ايه الاجهزه اللي انت تحتاجها، وايه اللي انت تقدر تبدا بيه، وايه اللي انت محتاجه في البدايه. شكرا لكم لمتابعتكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ويا ريت تبص على الفريلانسر والسلسله بتاعته لو انت عايز تبدا من دلوقتي.